تحسي بالفشله والتعب والارهاق وتنوضي عيانه وما تقدريش تخدمي شغلك، يعني كارثه. بزاف اخوات راسلوني قالوا لي يا شيخ رانا كي يعرضونا العرس نروحوا بعد ما نجوم العرس نمرضوا مرضى كارثيه، نطيحوا طيحه كارثيه. يعني يا شيخ كي راني نروح للعرس ونجي راني نخلص، واش تنصحنا يا شيخ كي نروحوا العرس واش نديروا باه نتفاداو هذا الامر؟ لانه رانا نخلصوا ما عرفناش علاه. هذه يا اختي من العين، وانتوما تقريبا الطاقه نتاعك تستقبل اي طاقه سلبيه وتستقبل اي عين، والجسد تاعك راهو يتاثر بهذه العين ويتغذى بها. يعني عندك عين تراكميه قديمه راهي تزيد عليها عين جديده، وهنايا تحسي بالفشله والتعب والارهاق وتنوضي عيانه وما تقدريش تخدمي شغلك، يعني كارثه. ومن بعد يبدا التساقط تاع الشعر، ومن بعد تبداي ما تتهلاش في امورك وفي روحك وفي ملابسك وفي مظهرك الخارجي، وتبداي تتركي امورك غير بالعقل، ويبدا وجهك يصفر والشحب في الوجه، يعني كارثه. هنا اختي ننصحك تقراي، تضمي يديك هنا كي تولي رايحه للعرس، تقراي ايه الكرسي 3 مرات وتنفي، كل ما تقراي خطره تنفثي وتمسحي كاع الجسد نتاعك. ديري هذه الطريقه 3 مرات ودي سورة الفلق. يعني من اللي تدخلي وانت راكي مع سورة الفلق في الدخلة تقرأي سورة الفلق 7 مرات مع التحصينات مع الدعاء، وتدخلي لهذاك المكان نتاع العرس، وبإذن الله لن يصيبك شيئا بإذن الله. وتقرأي آيات إبطال العين أو الحفظ من العين. فهمتوا أختي؟ هذا تحصين من العين في المناسبات، يعني والمناسبات راكم تدوا منهم طاقة سلبية كبيرة من العين والحسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا أصبحنا مرضى القلوب يعني كارثة. يعني الإنسان دوك ولا يضحك ولا يحسدوه، الزوجة مع الزوجة نتاعها عايشين لاباس يحسدوها. وأنا عندي قاعدة نتمشى بها، كل مسحور محسود. يعني لو كان ما يغيروش منك وما يحسدوكش ما يسحروكش، يعني أي واحد تلقاه مسحور أعرف باللي حاسدينه. الله المستعان. اللهم أصلح حالنا وحال أولياءنا وحال بيوتنا وأولادنا وزوجاتنا. الله يصلح أمة محمد كامل بإذن الله. مع تحيات شيخ راقي ومعالج أبو تقي الله الجزائري.